ماذا قالت الصحافة العالمية، الصحافة الإسرائيلية العبرية، الصحافة العربية، الصحافة المصرية، وكل صحف العالم عن التيف والدخلة التاريخية للترجي التونسي خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ شوف يا جماعة، التلفزيون الإسرائيلي المحطة الخامسة نشرت على المباشر صور وفيديوهات التيفو والدخلة التاريخية لدعم ونصرة فلسطين. يا جماعة مشهد هز العالم. وأيضا الحساب الرسمي لطوفان الأقصى يؤكد بأن الصحافة العبرية وإسرائيل لم تنم بسبب هذه اللافتات. والتيفو والدخلة العالمية مؤكدة بأن كل الصحافة العبرية نشرت شعار واحد بأنه لا يوجد سلام مع هؤلاء، لا يمكن أن نعيش معهم، إنهم يكرهوننا. طبعا ده لسان حال إسرائيل عن لافتة الترجي التونسي العريق. أيضا شوفوا يعني الرئيس الكولومبي الذي ظهر في إحدى لافتات تيفو ودخلة الترجي التونسي أعرب عن امتنانه وشكره ودعمه الكبير لهذه اللافتة العالمية. وكل الصحافة الكولومبية أشارت ونشرت هذه الصور والفيديوهات. أيضا انظروا إلى تعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي الذي كتب: أروع ما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هو تيفو جماهير الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، صنع في غزة. شكرا لكم على حسكم ووعيكم ووقفتكم المعبرة. انظروا أيضا إلى صحف وحسابات الصحافة العالمية الفرنسية والإنجليزية، كلها أشارت ونشرت صور وفيديوهات دخلة الترجي التونسي المعبرة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني. انظروا أيضا الصحافة المغربية كلها نشرت الصور وكتبت: هذا فخر للعرب، هذا يعني مساندة تاريخية ودخلة تاريخية تعد هي الأعظم في تاريخ الكرة لنصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. انظروا أيضا إلى تعليق وتصريحات عمرو أديب الإعلام المصري المشهور الذي قال ما تسمعونه الآن. بصرف النظر عن الماتش، أنا عمري في حياتي ما شفت حد مزين الملعب بتاعه بالشكل ده اللي معمول في رادس. شيء فني مبهر مرعب، وكله عن غزة، كله عن غزة. يعني عاملين لوحات وأعلام وكلها لنصرة أهلنا في غزة. شيء جميل ولوحة فنية غير طبيعية. يعني أنا ما شفتش بجد لا في أوروبا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أفريقيا ولا في أي حد عامل We stand with Palestine في نص الملعب كده طول الوقت. نحن نقف مع فلسطين. وكل اللوحات اللي مرسوم فن جميل غير طبيعي عن غزة وأهل غزة. حاجة جميلة جدا. أنا بحيي أهلنا في تونس، بحيي هذا الموقف الجميل، هذا الموقف العظيم اللي بيتنقل للعالم كله، لأنه طبعا مباراة زي دي هي مباراة نهائية العالم كله بيتفرج عليها. فأهل تونس بيقولوا هو ده موقفنا. الأعلام